يا مساء الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على الاولى قناه مصر الاولى، وحلقه جديده من برنامجكم اللي بتحبوه الطباخ. النهارده الاربع زي كل يوم اربع من كل اسبوع بيكون معانا مطبخ بلدنا، بتكون ضيفتنا من كل محافظات جمهوريه مصر العربيه. طب ضيفتنا النهارده منين يا شيف؟ من الغربيه. طنطا بلدي وبحب اعيش في بلدي. حلو الكلام. النهارده طبعا بنت الغربيه معانا ومن مركز زفته بالاخص، بتشرفنا النهارده في ماسبيرو وبتعمل لنا الاكلات اللي هي بتحبها. الانسه طبعا ايمان الحسيني عندها مواقف مع الاكلات، والمفاجاه بقى لا الاكل بتاع الغربيه ولا المحشي ولا البط ولا الحاجات اللي احنا عارفينها. راحت فين؟ على المكسيك، وبتجيب من هناك اشهر الاكلات من المكسيك، وكمان لها قصه مع الاكل المكسيكي. وده زي ما قالت لي طبعا واحنا بندردش مع بعض، ده اللي ثبت رجلها في المطبخ في الاسره العظيمه اللي هي عايشه جواها طبعا، ولسه هي طبعا انسه ربنا يوعدها بابن الحلال. خلونا نشوف ماسبيرو بيستقبل ضيوفه ازاي من كل محافظات جمهوريه مصر العربيه بالورود لغايه لما يجوا عندنا الاستوديو هنا، وبنرحب بيهم وبنشوف هم هيعملوا لنا ايه النهارده. بينا نستقبل ضيفتنا ونرجع لحضراتكم تاني. شفنا ماسبيرو بيستقبل ضيوفه ازاي، بينا كمان نشوف الاستوديو بيستقبل ضيفتنا النهارده من الغربيه. اتفضلي يا دكتوره ايمان. اهلا وسهلا. اهلا. نورتينا يا ست الكل. اشكرك. سعيده جدا ان انا موجوده في ماسبيرو في الطباخ مع حضرتك يا شيف. اشكرك، نورت المكان. اشكرك شكرا جزيلا وميرسي على الورد الجميل ده. الورد اتاخد الورد ده، هو ده اللي جاب لي التفاؤل النهارده. اتفضلي. اشكرك. نورتينا. منور بيك. النهارده معانا بقى دكتوره اثار. شفت بقى خش على الفراعنه بقى واكل الفراعنه. خش بقى. انا عايزه اقول لك ان تخصصي الدقيق ترميم وصيانه الاثار. الترميم ده كان اصعب شويه. ده قصه بقى اصعب بكتير طبعا. كل يعني حاجه في العلم محتاجه مجهود. يعني ازاي تتخيلي؟ بس احنا كنا مختلفين شويه عن زملائنا في اقسام الثانيه. اقسام مصري واسلامي وقبطي والكلام ده. لان احنا بقى بندرس بندرس مواد، كل العلوم عندنا فيها ماده بندرسها. ندرس من فنون، وندرس من كيمياء، وندرس من فيزياء، وندرس من هندسه، وندرس رسم معماري. بص اتطحنا. ده الموضوع ده انا عايز اصلا انا استكشف فيه شويه حاجات. احنا بعد يعني الحلقه النهارده والهوا نبقى نقعد بقى ندردش ان شاء الله مع بعض. مفيش مشكله، وهندردش برضه مع الساده المشاهدين. اكيد يهمنا. طب قولي لنا، انا شايف البروكلي ده يعني بيطلعوا عليه ان هو الايدي الناعمه بتاع المطبخ، دايما الستات يحبوه، وتلاقوا دايما الستات تميل له اكتر من الرجاله، البروكلي بالذات. صح، دي قصه فعلا للبروكلي. انا موافقه 100% على كلامك. معانا بروكلي النهارده ومعانا فراخ، وشايف جايبه جبنه وجايبه بسكويت خلطه كده وجايبه جو حلو. احنا عاملين بقى النهارده شايف التكلفه بتاعتك قليله قوي. بالظبط. ده احنا هتبقى ست بيت موفره بجد. كل الناس بتقول لي كده، ناقص العريس بقى. يلا معانا. ربنا يسعدك يا رب. هتعملي لنا النهارده اشكرك. ان شاء الله عندنا النهارده قائمه مكونه من 3 اصناف. ايوه. طبقنا الرئيسي هيكون طاجن فراخ بالبروكلي. حلو. وهنعمل معاه صوص كريمه كده. حلو. عشان يدي طعم. وبعدين الطبق الثاني هيبقى شوربه بروكلي. حلو. دي شوربه صحيه جدا، موفره جدا، سريعه جدا. وبنصح بيها الناس اللي عايزه الاكل الصحي، وبنصح بيها جدا مرضى السكر. ده بالنسبه للناس اللي عايزه الاكل الصحي، ده موضوع هنتكلم فيه بقى. دي مبادره السيد الرئيس، يعني اول مره اشوف رئيس جمهوريه بجد والله العظيم يدي معلومات على الهوا ويدي اوامر ان التربيه الرياضيه تكون ماده اساسيه في المدارس. ما نزوخش، ما ننطش على السور، نهتم بيها عشان فعلا العقل السليم في الجسم السليم. انا كمان عايزه اقول لك، مش هننتج غير لما تكون صحتنا حلوه. الواحد يتعشى متاخر ويصبح الصبح موخم، يروح الشغل متاخر، طب هيشتغل ازاي؟ انا عايزه اقول لك يعني عشان كمان يكون صحي يعرف يلعب رياضه ويشتغل، لازم نتجه. وانا من هنا من المكان العظيم ده من ماسبيرو من قناه مصر الاولى هوجه لكل ام ولكل زوجه
ولكل ست بيت تهتم بالتوعيه الغذائيه لاولادها بالفعل، لان ده مستقبلنا. جوزك ازاي اعمل له نظام غذائي كويس، مش قصه بقى غالي ورخيص وقصه كم، لا، نختار ايه القيمه الغذائيه، الكميات القليله، يبقى الاكل على فترات طويله، نتجه كده ونعمل صحوه غذائيه للاسره كلها، ومن هنا نبدا. مش قصه الواحد يتعايش بالفعل يعني، عشان الواحد برضه يبقى ثباتيك كده وحلو. انا كنت تخين على فكره وخسيت وعملت ريجيم وبقيت زي الفل. ده حاجه جميله جدا. هو اصلا كمان احنا عندنا مبادره انا عاملاها اسمها كل واحرق. كل واحرق. كل واحرق. يعني ايه، مش كل الاكل لا بيبقى صحي بس، لا ده انا لازم احرق دهون واحرق املاح وادوب كده الدهون اللي في جسمي واظبط الاداء علشان يفضل. والدليل على كده كان زمان طبعا كويسة. في الصعيد المصري والريف المصري ياكلوا السمنه البلدي والبط والوز والفراخ والفطير المشلتت ويصبح الصبح بالفاس، لانه كان بيطلع مع شروق الشمس كان ما ياثرش عليه. مش ناكل ونأنتخ، يطلع يزرع ويقلع ويفلح. هو ده ما كانش خالص. كل نشاطه طالع في الارض بتاعته بحب وموده وباهتمام. حلو. وده بيخليه يحرق بقى دهون ويطلع بقى السعرات حراريه. ياكل البط كده بالسمنه بتاعته تاني يوم. ما هي الغربيه بقى مشهوره بالبط هو ده. انا ليا موقف مع البط. هتسالني اكيد. طيب نبدا نشوف واحنا بنتكلم نعمل الاكل ندردش مع بعض، لان النهارده عندنا مواضيع كتيره هنتكلم فيها باذن الله. هنستمتع يعني النهارده مع بنت الغربيه من وانا مركز مستمتعه اكتر بوجودي في ماسبيرو ومع الطباخ. طب قولي لنا هتبداي بايه يا ست الكل؟ نبدا بقى بالطبق الرئيسي عشان محتاج يدخل الفرن. الفراخ بالبروكلي. يلا عم طارق حبيبي مخرجنا الجميل، شفت ازاي بنشوقك فراخ ومع بروكلي كمان. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه دائما تتحدث عن نفسها. مع الاخت من الغربيه الاخت ايمان الحسيني. قولي لنا المقادير بنفسك بقى، قولي كده وانا هجيب لك الحاجات اللي انت حباها. طيب تمام. يلا المقادير فراخ. هنحتاج فراخ، هحتاج بلانش عشان اقطع عليها بقى. هستعد كده المطبخ، عايز اعلمك حاجه بقى عشان تروحي لجوزك وربنا يوعدك. اروح له جاهزه بقى واقول له الشيف احمد هو اللي جهزني. لا ده انت زي الفل، انت رايحه جاهزه زي الفل. طالما بتحب المطبخ خلاص جبت رجله. لا وهو المطبخ بيحبني. يعني علاقه حب متبادله ومتكافئه. والله بجد. جدا. وبعدين احنا اصحاب في المطبخ، انا والمطبخ والادوات. شفت بنت الدكتوره الاثار بتقول ايه؟ انا والمطبخ صحاب جدا فعلا. لازم تخلي المطبخ يحبك. وانا والاكل احبه. يعني انا لما اقف في المطبخ اغني. تغني؟ ما هو لو ما غنيتش للاكل هيطلع حلو ازاي؟ شفت والله. الناس كلها بتغني في اماكن ثانيه. اسيب لك احلى سكينه والله العظيم، انت زي العسل النهارده بنت الغربيه. اسيب لك سكينه حلوه. السكينه دي عاجباك ولا اجيب لك واحده كبيره شويه؟ من ايدك طبعا تبقى تحفه. يلا انا المساعد بتاعك النهارده. ده يحصل لي الشرف. يحصل لي الشرف. اتفضل. هنقطع الفراخ. شوف بقى دكتوره الاثار لما بترمم الاثار بتقطع الفراخ ازاي. ما بيهمناش. اسخن لك النار يا ريت الطاسه طبعا تبقى حاميه. عيوني. ده المشاهدين طبعا يبقوا عارفين الموضوع ده. وانا بحب استخدم زيت الزيتون. احنا عايزين منك معلومات النهارده بقى تفيدي كل الساده المشاهدين بيها. الفراخ دي هتقطعها ايه، مكعبات؟ والله هنقطعها كده يعني على وضعها شرايح. احط لك زيت ولا سمنه؟ لا يا ريت زيت زيتون، هو موجود ورا في البتاع البيضه الظريفه اللي ورا دي. ايوه دي. ده انت حافظه كل حاجه عني. انا ذاكرت يا شيف بقى، انا جيت بقى قبل الهوا. زيت زيتون في البتاع البيضه، شفت حافظت كل حاجه. نقطتين كده شويه حلوين. حبه حلوين كده في اللذيذ. هنتبل الفراخ دي بايه يا ست الكل؟ ملح فلفل عصره ليمون. حلو. ملح وفلفل وعصره ليمون. احلى حاجه في التتبيل يا شيف بالنسبه لي اقول لك ايه؟ اتفضلي. البساطه، ما نكترش قوي في قصه التتبيل دي. والله انت جايه على ذوقي 10 على 10. لان الحاجه لازم معلش ما تزعلش مني. بيكرف الطعم. عايز حطينا بيروح في حته ثانيه. يعني بيروح في حته ثانيه. والمطبخ المكسيكي اللي هو شد رجلك للمطبخ بالفعل بيتميز ده. بص المطبخ المكسيكي ده بيتميز بكده. عارف المطبخ المكسيكي لو كان رجلا لتزوجته. يلا عريس مكسيكي يجيلك النهارده. عم طارق. لو المطبخ المكسيكي لو كان رجل يعني انت بتحب المطبخ جدا. ده تعبير. هنحط شويه توم حلوين. الله حلو. ايه رايك شويه التوم الحلوين من ايديك كل حاجه حلوه. الله يبارك لك. ايه كمان اجيب لك؟ وبعدين هو انا بس اللي هقول ده، المشاهدين ملايينهم الله يبارك بيحبوك وبيحبوا يتفرجوا على ماسبيرو عشانك. الله يديك الصحه يا رب. احط توم وايه كمان وليمون؟ هنحط شعره ملح. ايوه شعره ملح. يعني حبه كده لان لسه الصوص اللي هنعمله مش رشه ملح زي الشيفيه ما بتقول. شعره ملح قد كده. ما هو الدكتوره عامله لي مشكله على فكره. لا انا عايز اشوف الدكتوره الاثار لما بتقطع الفراخ بتقطعها ازاي وبتتبل الجو ده توم ولا ايه ده يا ست الكل؟ ده توم بودره. هنستخدمه في الصوص بقى مش دلوقتي. في الصوص. طيب حلو قوي تمام خلاص. ننزل بقى كده شويه فلفل بقى اسود. شويه فلفل اسود كده. طيب استني اجيب لك شويه فلفل اسود. اتفضلي. بس الشغل جنبك يا شيف متعه. الله يديك الصحه. يعني يكفي انك حسستني اني فعلا في مطبخي. قولي لنا جيت ازاي بقى؟ تواصلت معانا ازاي مع فريق العمل؟ والله احلى حاجه الطريقه اللي تواصلت بيها بقى. اتفضلي.
عايزين ننوي عشان الساده المشاهدين برضو ايه اكيد في ناس كتيره تحب تبقى ضيوف. اتفضل. وطبعا حقهم. اللي حصل ان استاذه هند من فريق الاعداد هنا في البرنامج حلو كتبت عندها على الفيسبوك بتاعها يا جماعه انا محتاجه ناس تيجي تشرفنا في برنامج الطباخ، فتم التواصل ويكونوا شطار طبعا. واحد من اصدقائي شاف البوست، انا بصراحه ما شفتوش. راح عامل ايه بقى؟ راح عامل لي منشن، يعني كتب اسمي عندها. حلو. قالت لي ايه، بعتي رقمك انبوكس في رساله يعني. حلو. بعته لها تواصلت معايا الحقيقه انسانه ذوق جدا 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 فوق الوصف يعني. الله يكرمك. وقالت لي حددي وصفات. طبعا تحديد الميعاد. صحيح اتحطيت على قائمه الانتظار شويه. بس الدنيا كتير عايزين يطلعوا معانا. اكيد اكيد يعني الاقبال شديد هنا. نورتينا يا ست الكل. منور بيك يا شيف. اشكرك. هنحمر الفراخ دلوقتي. شفتوا المصداقيه والامانه هنا، حتى وهي بتحكي الحدوته اللي جت بيها تحس ان فيها صدق كده ومصداقيه. نحمر الفراخ، ايه رايك؟ ايه رايك انت؟ زي الفل. بص ولا كلمه نديها اللي هي قالت حاجه خلص الكلام من بعدها. تتبيله الفراخ او عموما التوابل كلها تكون بسيطه وسهله، واحنا مع البسيط السهل وفي نفس الوقت كمان يكون طعمه حلو. الفراخ تتحمر كلها كده الاول. احنا هنديها زي ايه، تشويحه كده لذيذه. تاخد لون وما تستويش قوي عشان تكمل سوا فين؟ مع في الفرن الصوص. مع الصوص وتاخد طعم تشرب الصوص وتكمل سوا في الفرن. واللي عجبني ان ست الكل ما جابتش مكسبات طعم. لا التوابل من ايديها هي. حط شويه دول كده على الوش. يلا ونسيبها تتحمر. حلو. اجيب لك مناديل، خليكي زي ما انت. انا المساعد بتاعك. شفت الديجا عندنا بيتدلع ازاي؟ لا احنا اتدلعنا كده. انا بقى عايزه اقول رساله لكل سيدات وبنات مصر. اتفضلي يا جماعه اشتركوا في برنامج الطباخ، لان المعامله هنا جميله جدا، وكفايه وقوفكم جنب الشيف احمد. اتفضلي يا ست الكل. اشكرك. ده انت نورتينا بنت الغربيه الصادقه الامنه. ايه رايك بقى؟ عايزين حله ظريفه كده، نحط نار برضو تكون شغاله. عيوني. خلينا اقلب لك دول شويه كده الاول. عيوني. حاضر. تسلم عيونك الحلوه. طيب انا هقلب الفراخ وهشتغل شويه كده مع دكتوره الاثار ايمان الحسين النهارده بنت الغربيه اللي نورتنا النهارده واللي هستمتع بوجودها النهارده. اشكرك. وهنستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، مش هنتاخر عليكم. تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. تمتعوا بأقوى العروض من فينوس لدعم شباب مصر. العرض الأول احصلوا على 5 لمبات ليد 9 واط ب 175 جنيه. العرض الثاني احصلوا على 5 لمبات ليد 12 واط ب 225 جنيه. العرض الثالث احصلوا على 5 لمبات 13.5 واط ب 300 جنيه. وجميع العروض تكفي لإضاءة شقة بالكامل وبضمان حقيقي 3 سنين. ومفاجأة فينوس دلوقتي كون عرض لمبات شقتك بنفسك حسب مساحة كل غرفة وبنفس سعر اللمبة في كل عرض من العروض الثلاثة. ايه يا ابني ما بتردوش ليه؟ عايزين تقلقوني اكتر من الان. 4 مستنين حضرتك. مين اللي مستنيني في البيت؟ لو كنت قلت الحقيقه ما كانش حصل كل ده. يعني انا اللي غلطانه يا ابني؟ سعاد شكت فيا ان انا راجل مختلف. هي اللي طلبت الطلاق؟ اصلا مش فاهم ازاي بابا حط 10 مليون في خزانه ومستكتر عليا مليون. بابا احنا ما نقدرش نحاسب حضرتك. من حقي ان انا اتجوز. ده حقي ولا مش حقي؟ احنا مش عارفين هنوري وشنا للناس ازاي ولا هنقول لهم ايه. شرف اللي انت عايزه تتجوزيه يا مدام عشان هو اشرف راجل في الدنيا. حرام. هم مصدقين، انا مش مصدق. ماما يا عم. ماما مالها؟ عملت حد. احنا ما نستاهلش تعمل كده عشان انت ولادي يا ابني. احنا ما نستاهلش تعصي ربنا وتخسر شرفك عشان في النهايه احنا خسرت ايه؟ خسرنا ابونا الشريف.
ورجعنا لحضراتكم مع بنت الغربيه مركز زفته. بتنورنا النهارده، منوره مسبيرو. اشكرك، حياه شكرا كبيره جزيلا لكل اهالي الغربيه، الناس الطيبين اللي انا بحبهم، جزيلا. جيراننا يعني. قولي لنا بس حضرتك منين؟ من كفر الشيخ. طيب خلاص احنا جيران واحبه. ده بص احنا من عايزين زمان، حلقه عن الفسيخ بقى. زمان لما كان الجيش وانا بدي الخدمه العسكريه كنت لازم اروح الغربيه اجيب مصروفات التعيين ومصروفات الورق بتاع الجيش يعني، فكنا احنا تابعين لكم يعني، الكلام ده ما ننكروش يعني بالفعل. قولي لنا بقى هتعملي لنا الزبده ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى دلوقتي الصوص اللي هنحطه مع طاجن الفراخ بالبروكلي. هو صوص الفريدو. الفريدو حلو. ده ايطالي اللي هو بيتعمل مع المكرونه كمان. ده تحفه من اروع الصوصات. الزبده جميله كده بلدي يا ريت او ايا كان. عروسه شاطره في المطبخ، انا ازاي تبقى لسه ما اتجوزتش وشاطره بالشطاره دي في المطبخ؟ امال لما تروح لجوزها بقى وربنا يوعدها ان شاء الله باسره عظيمه كده. ده كل لما اكلم حد من اصحابي يقول لي على الموضوع ده، ويقول لي هو الراجل هيتجوزك عشان الاكل. لا وانت جميله وزي القمر، مفيش الكلام ده، بنت الغربيه ربنا يكرمك. اشكرك شكرا قولي لي جزيلا. الزبده بقى يا ست الكل هتحط عليها شويه دقيق؟ لا هنستنى على الدقيق بقى شويه. حلو. ممكن هو يفضل ما نحطش دقيق، يفضل، بس لو ست البيت حاسه انه الصوص مش تقلان معاها يعني معلقه صغيره كده دقيق مش هتضر. وفي نفس الوقت كمان تدي له قوام للصلصه بتاعتها. بتدي تقل ظريف كده ودمه خفيف. طيب انت قولي لي بقى اتفضلي. هنحط بقى التركايه ايه؟ مكعبات تركايه. مكعبات جبنه كريمي. مكعبات جبنه كيري. هتسيح معاكي. هتسيح وتديني قوام ظريف ولطيف جدا. جبنه الكريم المطبوخه. حلو. والفراخ بعد ما تستوي هنحطها في صينيه. اكيد. نجهز الصينيه. الصينيه البايركس موجوده عندنا. قولي لي بقى الحلويات، تعملي ايه حلويات ست الكل؟ اعمل لكم ان شاء الله النهارده تشيز كيك. حلو. بصوص الفراوله. على اساس تبقى حاجه الموسم يعني. بالفعل، والفراوله دلوقتي متوفره. بالظبط، وسعرها مناسب جدا. حلو. لازم نفكر دايما في قصه السعر. لا مش قصه السعر، انا عايز اقول حاجه للساده المشاهدين بامانه يعني، بالنسبه لما نيجي نشتري الحاجات والكلام ده والله سمعته من ستات، وطبعا مع التواصل انتوا عارفين الشيف المغازي طبعا له احبه كتير، مش عايزين نروح نشتري ونتسوق واحنا جعانين. روح وانت شبعانه. يعني ايه؟ اضربي الغدا واضربي العشاء واضربي الفطار الصبح تمام، وانزلي تسوقي، هتلاقي مشترياتك مختلفه لو انت نازله رايحه تتسوقي وانت جعانه. ازاي؟ تشتري لبنه مثلا، انت جعانه فمش هيملى راسك علبه، عايزه علبتين. تشتري مثلا كيس عيش، لا جيب كيسين. طبيعي الواحد وهو جعان بيبقى عايز يملى العربيه كلها حاجات ما بيفكرش في حاجه. فلازم نصيحه مني بجد، واحنا بنتسوق مشترياتنا، مشتريات المطبخ بالذات، مشتريات الاكل بالذات، نتسوق واحنا شبعانين. ليه يا ست الكل؟ علشان ما نشتريش اكتر من اللي احنا عايزينه ويحصل موضوع من التبذير. لو تسمح لي اقول لهم نصيحه كمان فوق نصيحه حضرتك الجميله دي. اتفضلي. ما ننزلش نشتري لو احنا كاتبين قايمه. غير واحنا كاتبين قايمه. واكتبها على باب الثلاجه كده الحاجات اللي ناقصه. اكتبها واخدها في ايدي وانا نازله، سواء اذا كان اللي بيعمل التسوق رجل البيت او ست البيت. دي ثقافه شرائيه يعني، ثقافه شرائيه. ومفيش اي مشكله ان انا اروح اشتري الحاجه بكميه محدوده. يعني انا عمري مثلا ما اروح اشتري جبنه بارميزان زي اللي هنستخدمها النهارده واروح اقول له اديني مثلا نص كيلو، ما انا مش هستخدمه. مظبوط، انا معاك. اقول له عايز ده تقريبا ب 20 جنيه. حطي ده علشان عايز الجبنه كتير شويه. ايوه يلا. طبعا عايزه اقول للمشاهدين ان احنا حطينا شويه لبن مقدار نص كوبايه. لكن مش تقولي للمشاهدين، انت تقولي الو. عايزك تقولي الو. لا الصوت ده انا عارفاه. يا دكتوره منوره الشاشه يا دكتوره. اختي حبيبتي اميره. والشيف احمد المغازي عامل شغل عالي جدا النهارده وكل يوم. حضرتك اختها ست الكل؟ انا اختها. اسمك ايه؟ انا اسمي اميره، وطبعا من محافظه الغربيه لاني اختها طبعا يعني. طبعا. ايوه اميره برضو حسين يعني، يا استاذ عادل امام. اميره الحسيني تمام. عزه عبد السلام. انا عاوزه اقول لك يا شيف ان اميره شاطره جدا 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 في المطبخ. لا اشطر منك؟ لا انا هقول لك بقى قولي لنا بقى ايه الافتكاسات بتاعتها وايه اسرار المطبخ مع ايمان. هي بقى اسرار المطبخ ان هي خدت الموضوع بطريقه علميه. انا اتعلمت كده في المطبخ من وانا عندي 11 سنه، دخلت كده اجرب حاجه في حاجه وما جربتش غير المطبخ المصري بس. حلو. لكن بقى هي خدت كورسات اونلاين واتعلمت وجابت الموضوع من اساسه بطريقه علميه، عشان هي ما شاء الله دكتوره يعني. حلو ربنا يكرمك. فحتى موضوع الطبيخ ده دخلت فيه بقى يعني. ده بتقول لك انا بيني وبين المطبخ عشق. يعني مصطلح اول مره اسمعه، عشق. يعني عارف الواحد ممكن يعشق اكله حلوه، يعشق حد بيحب، انما يعشق المطبخ يقف في المطبخ بقى على رجله كده ساعتين وثلاثه واربعه وخمسه، ده موضوع حدوته دي. لعلمك العشق ده بيطلع في الطعم عشان تبقى عارف يعني فعلا. كل اللي بياكل اكلها بيقول لها لا انت في حاجه بتحصل وانت بتطبخي. يعني فعلا الحب فعلا بيطلع في الاكل اللي هو النفس.
ده حقيقي. قولي لي عايزه ايه يا ست الكل؟ لا انا عايزه اقول للمشاهدين ان احنا حطينا رشه استني فلفل. معايا يا اميره، شوفي بقى هي عايزه تقولي التكايه بتاعتها. عايزه اقول ان احنا حطينا رشه فلفل، رشه بودره ثوم، حلو، حوالي فصين ثوم مفرومين. حتى عندها المصداقيه ما تفوتش حاجه غير لما تقولها. رشه فلفل ورشه ايه كمان؟ رشه فلفل، رشه ملح خفيفه جدا لان لسه الجبنه حادقه، الجبنه البارميجانو حادقه فما نتقلش العيار قوي. ده درس وفاهمه. ايوه يا اميره انا معاكي، ما رحتيش مني. معاكي. شوفي الحلاوه اللي بتعملها ايمان دلوقتي. والله ما فيش احلى منكم انتوا الاثنين والله. لما بتروحي المطبخ انت متجوزه طبعا يا اميره؟ انا متجوزه. وعندك ولاد ربنا يخليهم لك يا رب. سامع صوتك؟ عندي حمزه ربنا يخليه لك يا رب. ده هو نفسه يتكلم اصلا. طب ادوني لو هو بيتكلم ادوني. طيب حاضر. ثانيه واحده. تعالى يا حمزه. تعالى كلم خالته يا حمزه. يلا هتقولي ايه؟ حمزه ده بقى مش ابن اختي، حمزه ده صديقي. حمزه بيحب اكلي لدرجه ان في حاجات كتيره جدا بيبقى طبيخ. ايوه بيقول ايه؟ ايمان. ايوه يا حمزه انا ايمان. يا حمزه بتحب اكل خالته يا حمزه؟ ايوه ده بقول بص واثق جدا. ايوه قول لهم يا حمزه بقى لما بعمل لك. قول لي بتحبي تاكل من ايديها يا حمزه؟ ايه؟ بتحبي تاكل من ايدين خالته ايه؟ ايه الاكله؟ بتحبي تاكل الاكله اللي بتحبي تاكلها من ايد خالته؟ ايه الاكله اللي بتحب تاكلها من ايدها؟ فراخ بالكريم. بتعمل لك فراخ. بعملها لك اهو يا حبيبي. ما شاء الله عليك. حلو. شكرا يا حمزه. ربنا يخليكم يا رب ويحفظكم. مش مشكله نطلع بقى يا حبيبي. قولي لي بقى حمزه بيسيب مامته يجي ياكل من ايدك؟ لا طبعا مامته رائعه في المطبخ. مامته رائعه في المطبخ، بس هو الحقيقه في اكلات ما بيرضاش ياكلها من ايد مامته. لما بيجي عندي البيت في بيت بابايا طبعا بياكلها بقى من ايدي، بياكلها وبيقبل عليها جدا يعني. حلو. زي الكبده مثلا. الكبده يحب ياكلها من ايدك جدا. قولي لي الفراخ دي اتعلمتها ازاي بقى؟ بس بقى انا عاوزه اقول لك على قصتي بقى الحقيقيه. يعني زي اختك بتشهد لك، بتقول لك انك انت المطبخ درستيه علميا بقى. يعني فوقت علينا. قولي لي بقى. انا ماما كانت تتحايل عليا زي اي بنت في سن المدرسه اعدادي والكلام ده عشان ايه اقف اطبخ. حلو. انا كنت اهرب واميره تدخل المطبخ. حلو كده. عليك. غطت عليا خالص. ايوه. اخري بقى يعني طبق مش عارف سلطه، رز بالشعريه، اسلق مكرونه ومعاها لحمه والدنيا بتمشي يا جماعه. الحاجات السهله دي. واخد بالك. العلم طبعا كان مبهدلني خالص. الدراسه. وبتلكك بيه وهم بيدلعوني بصراحه. حلو. جيت بقى من 5 سنين اسراء اختي بقى وانا وهي بقى اسراء بقى بتحب تاكل من بره. لا اسراء بس اللي بتحب تاكل من بره؟ والناس كلها. طب ومامتك فين بقى من الاكل الحلو ده؟ ماما بقى بتشجعني جدا جدا جدا. بتشهد لك بان الاكل حلو؟ بتشهد لي قوي طبعا. طبعا رأي على الهوا طبعا هنا بس مش جامد. قولي الو. الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. ايه يا عم الجمال ده؟ انا ازيك يا حاجه؟ انا كنت متحيزه، كنت هتحيز لبنتي بصراحه. انت شدتني. ربنا يخليك يا امي يا رب يديك الصحه. الشيف احمد المغازي ده حاجه معروفه من زمان وبنتابعك. الله يديك الصحه. وبناكل من ايديك مش هقول لك فين. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا اختي. ما ناكل من عندك بس. الله يبارك لك. قولي لي بتحبي اكل الاستاذه طبعا الدكتوره؟ بص بقى صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بص يا باشا، بنتي مش مجرد شيف او واحده هاويه طبيخ او بتقدم لنا اكلات. دي وراها فلسفه بتاعت استاذه جامعيه. انا بتكلم بمنطق، مش مجرد ان انا بتتكلم عن بنتها. حلو. انا بقول لك على الحقيقه. يعجبني المصداقيه ديت. ايوه. ازاي بقى؟ ان هي عندها افكار كتير جدا. حلو. مش مجرد طاهيه او واحده واضح وهي بتعمل الاكل او حاجه. لا عندها افكار كتيره. وعندها امكانيات كبيره. حلو. وفلسفه ورا كل حاجه بتعملها. حلو. فمثلا اتفضل. بتفكر انها تعلم وعملت فعلا المشروع ده. وسجلته. انها تعلم ذوي الاحتياجات الخاصه ازاي يعتمدوا على نفسهم، ازاي يقدموا اكلات بايديهم. حلو. حتى
الأكفاء أي الذين لا يبصرون. حلو. ذوي بنسميهم ذوي البصيرة. لأن ربنا مديهم غير البصر. ربنا يديك الصحة ويبارك لك فيهم يا رب الخير والبركة. كمان في حاجة تانية اتفضلي. برضو الإخوة الكرام ذوي الاحتياجات الخاصة الآخرين حطاهم في دماغها إنها إزاي تعلمهم يخشوا المطبخ ويبقوا في أمان. حلو. الحاجة المهمة جدا اقتصاديا لست البيت وللبلد كلها، لأن أنا لما يبقى اقتصادي ماشي صح كفرد أسرتي كلها هتبقى في نفس المجال، البلد كلها هتبقى اقتصادها مظبوط. بمعنى ايه؟ اتفضلي. مفيش لقمة بترميها الدكتورة إيمان أبدا خالص في سلة المهملات. حاضر. لا يمكن. اللقمة بتشيلها. بص اقول لك على حاجه، هو التوفير مطلوب في المطبخ سواء الحاجه رخيصه ولا حاجه غاليه، لان المبذرين طبعا دولت مغضوب عليهم. اخوان الشياطين. الله يبارك لك يا اختي، الله يديك الصحه. بص حضرتك وادعي لنا وادعي اتفضلي بسرعه. هقول لحضرتك عامله حاجه اسمها بايتا باقي. ايه هو بقى؟ عاملاه على الفيسبوك على جوه الحله اللي هو عاملاه صفحه في على الفيسبوك صفحه ومهتمه بيها جدا. ايه هي بقى؟ بتاخد كل حاجه باقيه في البيت تصبح تاني يوم وتعيد هيكلتها تاني. ودي الرساله اللي احنا عايزين نوجهها لكل ام بتشوفنا دلوقتي. يا استاذ احمد يا شيخ احمد يا حاجه. ايوه الفراخ بص بتناديلك والله العظيم. بصوا يا جماعه بص يا حاجه شفت شغل ايمان. هنجيلك للاستوديو ناكل معاك. اشكرك يا حاجه، ربنا يديك الصحه وادعي لي يا امي وادعي لنا كلنا. شفت الحاجه ازاي بتشدك بالاكل؟ اكيد. ايه الجمال ده؟ لا اللون البروكلي مع الوايت صوص بيدي الفريدو صوص مع الزبده مع الحليب. أيوة. بس انا عملت تركايه ما خدتيش بالك والحاجه بتتكلم ازاي بقى؟ ده الجمهور كله خد باله وانا اول واحده من الجمهور. ايه هي بقى؟ استخدمنا الصوص اللي نازل من تحمير البهاريز البركه بهاريز مع شويه حليب وكريمه وبيدي طعم جميل جدا. هو ده الكلام. قولي لي بقى تتحط تحت ولا فوق؟ نتحط في الرف الوسطاني على 180. الله 15 دقيقه 20 بالكتير قوي يعني. معانا احلى فراخ مشويه بالبروكلي من ايد ايمان الحسيني. قولي لنا هنبدا نشتغل ايه دلوقتي؟ هنزود بقى البروكلي بقى في الميه اللي بتغلي زي ما احنا عشان هنعمل شوربه البروكلي. ايمان هنا عملت تركايه عجبتنا قوي قبل ما نطلع الفاصل عشان نسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا، وكنت منتظرها ان هي تعملها علشان يعني تثبت لي من جوايا ان فعلا هي خدت الموضوع المطبخ ده دراسه وتكنيك عالي. حطت شويه ملح والميه بتغلي للبروكلي، عارفين ليه؟ عشان الخضار والجمال بتاع البروكلي يزيد خضارا، فده المطلوب. اي خضروات سبانخ بروكلي بسله كل انواع الخضار اذا بتسلقيها في ميه مغليه عليها رشه ملح او شعره ملح زي ما قالت ايمان هيكون لون الخضار لون فاتح وزي الفل. يلا حضراتكم نسمع كلام الكبير ونطلع فاصل صغير ومش هطول عليكم، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. مصر بلد ال100 مليون مصري، ناس طيبين بسطة وقريبين لبعض، عايشين اليوم بيومه على أمل إن بكرة يبقى أحسن. بس في ناس والعياذ بالله ما يفرقش معاهم لا ضمير ولا ناس ولا بلد. انت راجل فاهمه عمر، واديك شايف البلدوزر داخل الشيل والأرض دي طفحت فيها الدم واحدة واحدة. هو في عقد أصلا الأرض دي؟ ورقة بيضة من زمن واتدفع لها الثمن. دي أختام مدورة يعني مزورة. فين العقد الأخضر؟ ولا أخضر ولا أحمر. يبقى الباشا يخلي يومك أزرق. يعني أنت كده هتسيبني أغرق؟ مؤامرة البهوات والبشوات على أملاك الشعب اللي استباحوه وشايفين نفسهم تجار ورجال أعمال، لو بصوا في المراية هيشوفوا قد إيه هم صغيرين في عيون نفسهم. بلدنا صحيح فيها 100 مليون بس ما هيش سايبة. الناس اللي لا يفرق معاها فقير يزيد فقره ولا تعبان يزيد تعبه لازم تعرف إن ربنا زي ما سترهم برضه هيكشف سترهم وغشهم. فسادهم عمره بقى قصير عشان مصر فيها 100 مليون جدع. لو بصينا في المراية هي دي الحكاية.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بنت الغربيه اللي جت النهارده بتعمل لنا اكل بجد بامانه وشهاده مني انا شخصيا ومن اسرتها الكريمه العظيمه، اكل بحب. ما اقولكيش ريحه الفراخ مع الجبنه اللي حطيتيها لازم تقولي للساده المشاهدين. طبعا احنا حطيتي جبنه هنا كنا جايبين جبنه بارميجانو مبشوره، حطيناها على وش الطاجن علشان تدي برضو شكل حلو وتدي اكيد لون وطعم. ايه يا عم طارق، ريحتها واصله عندك انا عارف. شايف اللون ده جميل جدا ازاي؟ عاوزه اقول لك يا شيف كمان ان الطبق ده تقريبا ما بفوتش عزومه ما بعملوش فيها. لا بص هو لوحده، ولما اعمله خلاص هو ياخد رقم 1 على السفره عندي. والعلاقه اللي بين البروكلي وانواع الجبن وخاصه الصلصات البيضاء مهمه جدا، خاصه أوي. مع طبق مكرونه كمان قوي قوي. طيب قولي لنا هتعملي حلو دلوقتي. هنعمل بقى حلو تشيز كيك على البارد، هنعمله بصوص الفراوله على البارد. على البارد بقى ننجز في السريع. ايه رايك؟ يعني حاجه حلوه سريعه، حاجه حلوه سريعه. طبعا ده لازم له قالب. افرض بقى ست البيت عندها اولاد كتير بتذاكر لهم، بتشتغل وبترجع مرهقه، ما تتحليش يعني. لا تحل. الله عليك ما شاء الله عليك. ايوه دي جبنه طبعا، دي بقى جبنه كريمي. بتختاروا نوع الجبنه اللي يريحكم يا جماعه. يعني مش بنفرض عليكم ماركه معينه. حلو. في حاجات حلوه جدا يا شيف بتتباع في السوبر ماركتس سايبه وسعرها في متناول الايد وطعمها تحفه. اميره لما ايمان لما بتخش المطبخ بتعمل الحلويات احسن ولا الاكل احسن؟ انا شاطره في الاثنين، بس انا في الاكل متفوقه قوي. ايوه هو ده اللي انا عايز اوصله. يعني انت بتحبي الحلويات حلوه اكتر. بس في الاكل والمخبوزات دايسه بالزياده. مخبوزات شوف ان شاء الله المره الجايه اعمل لك يا عم طارق عشان ناكلك كاسات من التشيز كيك بالفراوله. هي بتاع الفراوله. مقادير التشيز كيك على الشاشه على الهوا كمان حبيبي. المقادير قول يا ست الكل. طبعا احنا حطينا بسكويت مطحون ومعاه شويه زبده مش مملحه عشان يعني ندوبه فيها كده ويبقى ناعم وطري. وجبنه كريمي نحط عليها. لا الجبنه الكريمي دي هتحتاج شويه سكر بودره. هتحتاج كمان معاها، احنا طبعا جهزنا قبل الهوا عشان الوقت. تحتاج معاها شويه فانيليا. شويه فانيليا او بشر ليمون. حلو. انا بحبه جدا فيها. برافو عليك. تمام. فعلا الفليفر بتاع الحامض مع ونحطها في الثلاجه ساعتين كده تتماسك. حلو ده. حلو لذيذ. طيب. خلاص. طبقه البسكويت اللي هي بتبقى الطبقه الاساسيه الارضيه. حلو. بسكويت وزبده مش مملحه. لحد نفتتها كده لحد ما نعمل الكلام ده عملي دلوقتي. عايزين بقى شويه زبده. ازاي ادخل بالزبده يا احمد يا صابر؟ هات يا عم، انت مكسوف. الزبده. طيب تمام. يلا تسيح بس النار مش شغاله. هي ست الكل. تسلم ايدك الحلوه. يلا بقى الصوص للناس عشان برضو جهزناه قبل الهوا عشان الوقت. طيب بقول لك مين يشهد للعروسه؟ مامتها طبعا. اختها. انما لما يكون حد صاحبك وانتيمك بقى مش هيجامل هنا. قولي الو. الحقيقه قولي الو. الو. ايوه يا دكتوره ايمان ازيك؟ اهلا مدام امل. يا حبيبه قلبي وحشاني. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ انا عايزه اقول لك انها ادمن الجروب عندي. انا عندي جروب بقول فيه وصفات الاكل اسمه جوه الحله. باش جوه الحله بره الحله المهم يكون الاكل حلو. المهم يبقى حلو. ايوه يا ست الكل قولي لنا. مدام امل بقى ادمن الجروب. ايه رايك في اكل الدكتوره؟ اكل الدكتوره اكل لا يعلى عليه، يعني بجد حاجه كده حلوه جدا فوق الوصف. الله. هي كمان انسانه جميله جدا من جوه. الله يبارك لك. تحب تقعد معاها، تحب تتكلم معاها. ما بالك بقى اكلها، حضرتك هتذوق وتحكم يا شيخ. لا الفراخ بصراحه جميله جدا، فيها فليفر وطعم كده، حب المطبخ وعشق المطبخ. قولي لنا يا ست الكل، انت بتحب المطبخ انت كمان؟ الحمد لله. حلو. عاوزه اقول لك مدام امل يعني بتبهرنا. تخش على جروب جوه الحله على الاقل مره يوم ويوم لا. حلو. تنزل لنا الوصفه من دي نقعد بقى ناكلها من هنا. متنحي. عملت سوشي جامد، ولا كانك في الصين ولا كانك في الصين. شكرا يا ست الكل. حلو الروح الحلوه اللي هي على السوشيال ميديا ان احنا نتكلم عن اكل حلوه، طبق حلو جدا. الجو ده انا بحبه على فكره. وبعدين هو اسري وبننمي المعلومات داخل مع بعضينا. بيبقى تحس ان انت كونت اسره جديده. نشتغل واحده. ما هو انا مستنيه الزبده ربنا يكرمها والله. يلا انا ما اتاخرتش. اجيب لك معلقه. هنعتبرها ساحت. اهي. هي الناس سخنت قوي، عايزينها طبعا تتحرق يا جماعه. ايوه بدون ان هي تتحرق. ممكن نزودها شويه حليب لو حابين. ايه رايك؟ هي ايه؟ هي كده سن. مش عايزه اقول لك لا في حاجه. يلا بس احنا على ذوق على ذوق الشيف احمد. اتفضلي. هنحتاج بقى معلقه عشان ابدا ارص بيها. شوف البروكلي ده اخباره ايه؟ لا خلاص ده الشوربه. فينا نقدمها بطريقتين،
يا اما نقدمها زي ما هي كده زي الفل بالميه بتاعتها ما تتصفاش، يا اما ان احنا بنضربها بالهاند ميكس بتاعنا الجميل او في الخلاط. بس ما انصحكيش طبعا تضربها في الخلاط، ولا ايه يا ست الكل؟ لو الست متمكنه قوي من نفسها يبقى في الخلاط. طيب حلو قوي. طيب لو هي واثقه من نفسها يبقى في الخلاط. عايزه بس اقول حاجه اتفضلي. عشان شوربه البروكلي تبقى صحيه وجميله. ايه هي بقى شوربه البروكلي؟ الشوربه او المرق بتاعها هو ميه غاليه. يعني لا تحطي مكعبات مرقات ولا تروحي تجيبي شوربه فراخ ولا شوربه لحمه عشان تاخدي قيمتها كامله صحيا وغذائيا. تستخدمي ميه السلق بتاعها هي تبقى الشوربه. لا ده بالنسبه بقى موضوع ميه السلق ده، خليني بس اقول للساده المشاهدين حاجه مهمه جدا. تسلقوا خضار سوتيه، تسلقوا بطاطس، تسلقوا بروكلي، تسلقوا سبانخ. الثقافه اللي هي يعني معلش يعني خلوني بس نعترف بشويه حاجات. كنا دايما نسلق البطاطس ونصفي ميتها، نسلق المكرونه ونصفي ميتها، نسلق الخضار السوتيه ونصفي ميتها. ده غلط. ما احنا عايزين الطعم وعايزين الفيتامين اللي موجود في انواع الخضار زي البروكلي مثلا النهارده اكزامبل ده مثلا سلقناه في شويه ميه بشويه ملح بعصره ليمون، شعره ملح على رأي الدكتوره ايمان. فهنا الفليفر بتاع الميه قيمه غذائيه عاليه جدا. القمح اللي بنعمله بليله، يعني ايه نسلق قمح ونرمي ميته؟ لا، القمح بيشارك. ولا المكرونه يا شيف، ولا المكرونه زي ما قالت ست الكل. فده مهم جدا، خلي بالكم نستفيد بالميه اللي بنسلق فيها الخضار او الباستا في عمل الصوصات او ان احنا بنضيفها للشوربه. دي مهمه جدا جدا جدا. في البروكلي بقى سر شوربه بروكلي مميزه صحيه ناجحه طعمها تحفه ان المرق بتاعها هو ميه الميه نفسها، ميه السلق. طبعا عايزه اقول بس تركايه للمشاهدين والمشاهدات. اتفضلي. انه عشان اخد بروكلي ما يكونش طري كده ولما بيطرى ما بيبقاش لطيف. حلو. هم 4 دقايق سلق بس ما يتكرش على كده. بس كده واقصر بقى واروح مطلعاه كده من الميه. نضربه في الخلاط او بالهاند بلندر. حلو. بس عندنا نسبه عشان الشوربه تظبط. ايه هي؟ هيبقى مقدار 2 بروكلي ل1 من ميه السلق. 2 بروكلي حلو قوي. تمام. 2 ل1 2 ل1. اعملي الحال عشان ما يبقاش طعمه لا خفيف ولا تقيل. خلينا نعمل لك الحاجات اللي هي الصعبه دي. تسلم ايدك يا شيف. اهي زي الفل. المعلقه بقى عشان ما تجيش ظهري بالكاميرا. طيب هنحط بقى، هنجهز الحلو بتاعنا في كاسات كده. دي فكرتي على فكره يا جماعه. افرضي انت عروسه جديده وقاعده مع جوزك لسه ما فيش اولاد، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. بقى نعمل كيكه قد كده ونرميها. وهات معاك بقى دستة جاتوه وهات لي تورتايه. لا انا بقى اخترعت اختراع جديد في تقديم تشيز كيك. ايمان هي عملت حلو من ال3 تعريفه. شويه بسكويت مطحونين، شويه جبنه كريمي موجودين، الفراوله عندنا في الثلاجه مش لاقي اللي ياكلها، شويه فانيليا حلوين من بتاعه الكيكه. نحطه كده في الكاس ونكبسه عشان ايه ما ياخدش مننا حيز. بص الشوربه دي جامده قوي. ايه رايك؟ خفيفه وتساعد على الهضم وصحيه 100%. واللي عايز يخس وعشان بقى نزود فوائدها الصحيه هنحط عليها على الوش في التقديم شويه زيت زيتون وشويه مكسرات من عين الجمل لو متوفر عندنا حاجه من باقي رمضان. بص انا اقول لك شوفوا بقى ان انا كميه اجود بقى الطاقه والشبع اللي هتحصل اللي هياخد الطبق ده. الله عليك. حاجه مرعبه يعني. حلو. ايه رايك؟ ايديك يا ايمان والله. الله يسلمك. قولي يا ايمان كده بقى، احنا طبعا قربنا ان احنا ايه نختم الحلقه، بس انا عايز منك شويه معلومات حلوين كده بما انك انت دكتوره اثار. اكل الفراعنه كانوا ياكلوا ايه؟ الناس اللي انا عاوزه اقول لك على حاجه واحنا عايشين في الحضاره بتاعتهم. انا عاوزه اقول لك انه من اشهر صناعات الفرعون المصريه القديمه يعني صناعه الخبز. صناعه الخبز. واحنا حتى في الفلاحين يعني تحس ان البيت ما فيهوش خير الا لو كنت بتخبز. طبيعي. فانا عاوزه اقول لك صناعه الخبز وصناعه النبيذ كانت من اهم الصناعات عند المصري القديم. وعاوزه اقول لك ان الكلام ده اتصور على جدران. وبمناسبه اللغه العربيه بتتكلمي بيها، بس عشان نقول للساده المشاهدين، امبارح كان العيد العالمي للغه العربيه. اليوم العالمي للغه العربيه. اللغه العربيه الفصحى. باللغه العربيه الفصحى ايه؟ كلمني واصحى. طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني ايه ده؟ ايه الجمال؟ قلت لها يا اسماعيل صبري. قالت لي يا اسماعيل صبرا. الله حلو قوي والله، انت زي العسل. عروسه جاهزه ايه، طباخه وشاعره ودكتوره اثار. فين العرسان؟ ربنا يسعدك يا اختي يا رب. اشكرك. ربنا يكرمك. خلاص احنا عملنا الطبقه الاولى اهي، بسكوت بالزبده. خلاص حلو كده. تسلم ايدك. الله يسلمك. هنحط بقى طبقه الجبنه الكريمي. ده اكيد ماما بقى ايه كل شويه يلا يا ايمان اعملي لنا اكل.
هي بصراحه ما بتقولش، لان انا بصراحه ما اقول لك الصراحه قدام كل المشاهدين انا ما بقصرش وما بستناش. رضا الوالدين ده ما يتعوضش في الدنيا كلها. وبعدين عندي بابا كمان ظروفه الصحيه يعني اتمنى المشاهدين يدعوا له بالشفاء. ندعي له بالشفاء، ربنا يشفي كل مريض يا رب، يشفيه لك يا رب. هنحط بقى الطبقه الثانيه. حلو. تحط فراوله على الوش وصوص فراوله. صوص فراوله بقى يعني ما اقولكش. عاملاه على ايدك؟ على ايدي طبعا. الصوصات حلاوتها انها تتعمل في البيت. فريش. فراوله توت الاحمر. شويه فراوله، شويه سكر. حلو. عصره ليمون. تمام. وبعدين على النار ونسيبه يتدمس شويه. نسيبه يتدمس شويه وبعدين بالماشه كده بتاعت البطاطس ونهرسها. حلو. وعشان بقى نعلي مستوى الصوص معلقتين كده ميه ورد. الله. وادعي لي. وجود. ايوه حلو. تسلم ايدك. وادعي لي. الله يسلمك. خفه دم مصريه، بنت الريف المصري الغربيه، تحيه كبيره لكل اهالي الغربيه ومركز زفت. تحيه كبيره كمان لاهلي اللي عايشين في طنطا واهلها اللي عايشين في طنطا، الست العظيمه البره بوالديها وباهلها. انا بشكرك بجد وجيت نورتينا ومثال مشرف بجد والله. وده طبعا من هنا من مسبيرو من الاولى قناه مصر الاولى بنوه لكل اخت بتسمعني، لكل ام، لكل واحده حابه تشارك معانا ببرنامج الطباخ. فقره مهمه جدا اللي هو يوم الاربعاء مطبخ بلدنا. بنين اللي شفتوا حتى الحس بتاع الغربيه، سواء من المكالمات اللي جت من اسرتها، سواء هي نفسها الطريقه بتقول لنا الجو عامل ايه في الغربيه والاكل من الفيوم، من كفر الشيخ، من الصعيد، الاقصر، اسوان، كل دول بيشرفونا. اسكندريه عشان ما حدش يزعل مننا، ده مهم جدا تشرفونا وتنورونا هنا بالتواصل مع فريق اعداد شاطر جدا صاحي ل 24 ساعه وسوشيال ميديا صاحي 24 ساعه للتواصل وتبادل التليفونات، وتقدر تشارك معانا في مسبيرو. ربنا يكرمها وتاخد الورد بتاعنا ده كده اللي بنهديه لضيوفنا طبعا لما بيجوا عندنا المبنى وبنستقبله ازاي. طبعا بنشوف بتكون طبعا الاستقبال من اول رجل الامن العظيم اللي بره دوره ان يامن المكان عشان نقف نتكلم مع حضراتكم هنا كده بالشكل اللطيف. ودي تحيه كبيره طبعا لهم كمان بيكونوا قايمين بدور استقبال الضيفه كمان طبعا في الامن. الحقيقه استقبلوني احسن استقبال. الصوص ده مش هتحط فراوله سليمه كده ولا حاجه؟ ما هي الفراوله في جزء منها سايح عامل صوص اهو انت شايفه. اشيل دي عشان عم طارق بيقول لك مداريه. وفي جزء سليم. يا سلام ده لما يخش الثلاجه شويه بتاع 10 دقائق كده. ما احنا جايبينه بقى من الثلاجه عشان ابقى صريحه معاك. وادي فراولات عاملينها على شكل ورده. الله. هاتي بقى هاتي ده. وادي كريم شانتيه كمان عشان ندلع الدنيا قوي. اهو عشان الساده المشاهدين يجوعوا بقى كده. هاتي هنا ست الكل. اجيب هنا؟ ايوه تعالي عشان بقى ايه توجهي رساله لكل عاوزه كمان اقول لك انه النعناع الفريش كرسي بقى الاعتراف عريه مخرجنا. هاتي هنا. انا وانا بذاكر طبخ ذاكرت حاجه اسمها ستايلنج، يعني ازاي ارص الاطباق. دي اهم. يقول لك العين تاكل. ازاي ارصها واجهزها للتصوير. عايزه اقول لك طبق فول بعمل الاصناف واسراء اختي بتصورها لي. فالنعناع بقى يكسر حده اللون الاحمر اللي احنا فيه ده، وكمان يدي طعم حلو قوي 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 معاه. ولو ريحان يبقى اشد واحلى. الريحان مرتبط شويه بالحلويات هو والنعناع. قوي قوي. تسلم ايدك. الله يسلمك. ايمان نورتيني النهارده بجد. اشكرك يا شيف، سعيده جدا بوجودي معاك. وامسكي الورد بتاعك عشان ما حدش انا بعشق الورد. انت عارف انا تألقت النهارده في الحلقه ليه؟ عشان شفت الورد ده. المقابله قابلني ولا تغديني؟ علمونا كده اهالينا. اكسبني بحاجتين، ورد وشوكولاته. تحب الشوكولاته قوي. لا وتقول بغني يعني وهي في المطبخ بتدندن. اقف بقى للاكل واغني له. ايوه. ايمان طبعا انت عارفه في مبادره ودي حاجه حلوه يعني. احنا عندنا ثقافه وكل حاجه. اتفضل. ولكن ان القائد بتاعنا ورئيس الجمهوريه ينوع عنها ويدي اوامر بتربيه رياضيه، بما انك انت طبعا بتدرسي برضه واحنا كمان وندرس تربيه رياضيه وتكون ماده اساسيه فيها نجاح وسقوط زي اللغات وزي الانجليزي وزي الكيمياء وزي الفيزياء. واخده بالك؟ فنهتم بتوعيه غذائيه لكل اولادنا من الاعمار الاولى من 6 شهور تاسيس. شيف انا كتبت موضوع عندي لان احنا عندنا مدونه جوه الحله.com وعندنا تطبيق دلوقتي بقاله شهرين كمان تقدروا تحملوه على الموبايلات لوصفات الاكل. انا كتبت عندي موضوع كامل عن موضوع الصحه الغذائيه للاطفال. وعندنا مبادره اسمها كل واحرق. كل واحرق. لان انا ممكن اقدم اكل صحي واقعد اكل واما انزل شغلي او مدرستي اجيب اكل مش صحي. حلو. واكله وبهدل صحتي وبهدل الدنيا. مش هنشتغل. ونصيحه مني لكل ام لكل ام اكلي ولادك اكل حلو وجوزك اكل حلو. الاكل الحلو مش هو الدسم، الاكل الحلو اللي اتعمل حلو. الله اللي اتعمل بحب. اتعمل حلو. عملت زي الشربات. حضرتك العسل. الغربيه وزفت اللي هدونا الاخت النهارده والكلام الحلو. وزي ما قلنا طبعا بنشوف كل يوم وخاصه يوم الاربع مطبخ بلدنا بيكون. انا بكون مبسوط باليوم ده على فكره. بحن عارف للريف المصري والصعيد المصري والمحافظات جمهوريه مصر العربيه. بتيجي واحده كده كأن رحت الغربيه وجيت. احنا اصلنا ايه؟
اصلنا يا اما فلاحين يا اما صعايده. الله عليك. وطن واحد. محدش بيتكسف من اصله. الرؤيه. الحاجه بقى قدامكم والابداع. الرؤيه والابداع والفن بنشوفه منين؟ من ماسبيرو. حفظت خلاص بنت الغربيه. شكرا، هي قالت خلاص.